النهاردة بقى جايالك بوصفة اختراع معاكي في كل حاجة. لو عندك مدارس هتنسيكي تماما المصنعات وهتوفر عليكي أحلى من البرجر والسوسيس واللانشون. أجمل سندوتشات هتعمليها لأولادك وبأقل كمية لحمة مفرومة. لو عندك عزومة هتعملي كمية كبيرة جدا، وفي الرحلات كمان موفرة. يلا بقى نصلي على الرسول في الأول ونشوف هنعمل الجمال ده ازاي. عندي كيلو من اللحمة المفرومة، هتضيفي عليها كوباية من البقسماط المطحون ناعم. بصلية حلوة كده كبيرة ابشريها ناعم جدا، ما تكونش خشنة، صفيها كويس قوي، انا عاوزة التفل بس بدون المية. انزلي لي ببضاية، معلقة صغيرة ملح، توم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وبهارات لحمة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ورشة سكر تسرع في السوا وتظبط الطعم. اوعي تنسي رشة حبهان مطحون او قرفة او جوز الطيب، كل دي منكهات بتدي تست جميل للعرق. معلقة صغيرة من البيكنج باودر اساسي، بتخلي اللحمة مش مكتومة فتستوي سوا تام كويس جدا من قلبها. وانا بعجن كده حسيت ان كيلو لحمه محتاج بضايه كمان، ما حبيتش افور في الاول وانزل بكميه البيض، بس ما تزوديش عن 2. البيض اوعي تستغني عنه، بيدي تماسك حلو جدا للعرق. يعني لو نص كيلو بضايه ولو كيلو 2 بيضه. وانت بتشتري اللحمه من عند الجزار لازم يكون عليها نسبه دهون. لو هتفرمي كيلو احمر هتضيفي من 200 ل 250 جرام من الدهون على اللحمه، بس لازم وشين. معلش الوصفة دي بتحتاج لكبة. بعد ما بنضيف الإضافات ونظبط ملحنا، بنبدأ نعجن بإيدينا ونبدأ نسمغها للمرة التالتة في الكبة. طب ليه بنعم الأنسجة للمرة التالتة رغم إن إحنا فرمينها وشين؟ عشان العرق يكون متماسك وإحنا بنقطعه، ما يكونش مخرز معانا فيفرول منك أثناء التقطيع. فلازم الخطوة دي، وده سر من أسرار نجاح وصفة النهاردة. جبت بقى الكيس الحراري، وده أصح حاجة مش بيتفاعل مع الأكل. افتحيه ودهنيه بالزيت كويس. أنا جبت الحجم الكبير، مش غالي أبدا، متوفر في كل حتة. طبعا اللحمه بعد الفرم بتكون طريه جدا، مش هتعرفي تشكليها. لازم بوله جنبك فيها شويه زيت، ادهن ايدي وابدا ان انا اساوي واضغط على اللحمه كده واطلع الهواء والفراغات اللي بتكون فيها، عشان ما تكونش المسام واسعه واحنا بنقطعها. زي ما انا بعمل اعملي. ما شاء الله لو عملتي نص كيلو او كيلو هيعمل كميه معاكي حلوه، ودي ميزه وصفه النهارده. حابه تقسمي الكيلو على 2 عرق براحتك خالص. انا حبيت انجز واعمل عرق واحد. وانتي كمان بتقفلي الكيس الحراري، قفلي على ضيق مش على واسع، واضغطي كده بايدك عشان ياخد الشكل الاسطواني كمان من الجناب. طبعا الكيس الحراري بيجي معاه حاجه كده بنربط بيها من الجوانب. قفلي كده كويس واضغطي، والزياده قطعيها بالمقص. اهم حاجه الحركه اللي انا هعملها دي لازم تعمليها بعد لما تقفلي على الكيس كويس. شايفين انا بقفل ازاي؟ لازم بقى امسك كده العرق من الجنبين واضغطه كده على الرخام عشان اساوي اللحمه واطلع الهواء اللي بيكون في اللحمه. ونقص ونجيب بقى ورقه الفويل او الورقه ونقفل كده زي البونبون كويس قوي قوي. وبعد كده هنجيب ورقه تانية. ليه اقفل كويس عليه؟ عشان احنا مش هنسويه في الفرن ولا غلبه. استني بس بعد شويه هقولك بعد ما نقفل عليه هنسويه بطريقه سهله قوي. وصفة جميلة وسهلة، أكيد حفظتي المقادير كده وإحنا قاعدين مع بعض. جبت بقى الورقة التانية ونبدأ نقفل كويس قوي. كنت بقى مجهزة صينية على البوتاجاز فيها مية، لو ألمونيوم هتضيفي معلقتين خل عشان ما تسودش منك بعد التسوية فتغلبك في الغسيل، ولا هيجرى لها حاجة. خلي بس المية نص الصينية تبدأ تسخن أو تخش في الغليان. ضيفي العرق، هيقعد قد إيه رضوة على النار؟ ساعة. نكمر كده عليه ونهدي النار، نخليها متوسطة مش عالية. بعد أول نص ساعة نكشف كده، هتبدأي تجسي العرق تلاقي اللحمة بدأت تخش في السوا وجمدت معاكي. قلبي على الاتجاه التاني وكمري برضو نص ساعة كمان عشان نضمن ان هو يكون مستوي من كل الاتجاهات. ده الوقت المظبوط للتسوية. طلعته بقى على البلانشة وسبته يهدى خالص عشان اعرف امسكه كده وافككه. شايفين ما شاء الله متماسك وخطير. جبت معلقة صلصة او كاتشب وعليها معلقة صويا صوص ورشة ملح وفلفل اسود وندهن، او لو عندك صوص الباربيكيو برضو بيكون جميل. انا بس الهدف ان انا اخد اللون الحلو والتست الجميل من بره. جريلا بقى سخن على النار، وانزل بمكعبين زبدة او معلقة كبيرة زبدة او سمنة او زيت، بس انا بفضل الزبدة اكتر، وتكون النار عالية، ونبدأ بقى ندي صدمة للعرق من كل الاتجاهات. الوصفة دي عاوزة اقول لكم من الاخر اختراع. معاكي شغاله في كل حاجه. في العزومات بتكون جميله وبتعمل كميه حلوه. في الرحلات هتعملي احلى سندوتشات. في المدارس احلى من المصنعات اللي احنا بنجيبها من بره، احلى بالبرجر بالسوسيز من اللانشون من كل الحاجات دي. وما شاء الله نص كيلو او كيلو هيعمل كميه محترمه. تقدري تقدميها في عيش او سندوتشات او جنب رز زي ما انا عملت كده. طبعا هو المفروض بعد لما نديله اللون الحلو ده بنسيبه في التلاجة لا يقل عن 6 ساعات او ليله كامله عشان نقطعه كده رقيق زي اللانشون لو حابه تستخدميه فتره المدارس. طبعا انا كنت عاملاه على الغدا، ما كنت صابره، والله كان سخن جدا، ورغم كده وانا بقطعه عمره ما فرول
بيفول مني ومتماسك وتحفه. انا طبعا مقطعاه سميك شويه، لو انت سبتيه في التلاجة ساقع وانت بتقطعيه هتقطعيه رقيق زي اللانشون ويكون متماسك وتحفه، تدي لاولادك الصبح في المدرسه. يعني طبعا مش كل يوم هنديلهم لحمه، يعني كل يومين ثلاثه زي ما تحبي. الناس اللي ملهاش في الجبن وفي ولاد ما بيحبوش الجبن، اديهم ده بدل البرجر، بدل اللانشون، بدل اي حاجه من بره، احلى من الكفته كمان. انا بقى عملت الرز اللي بالقرفه بيليق معاه قوي، او الرز الاصفر، وبدات ان انا ارص. حابه اوريكم الكميه ما شاء الله، رغم ان انا مقطعه الشريحه سميكه. شايفين بقى الجمال مع الرز؟ لو عندك فينو او كمان عيش شامي تقدري تحطيه الخس وترنشات الطماطم والفلفل وتديها لاولادك في اللانش بوكس. شايفين الطراوه والجمال والكميه؟ وانا كمان ما قطعتش العرق كله. احلى وصفه ممكن تجربيها، موفره جدا وهتعمل معاكي كميه محترمه باقل كميه لحمه مفرومه. جربوا يا جماعه مش هتندموا، الوصفه دي بجد اختراع. شايفين الطراوة مستوية مظبوط، واللحمة 10/10، كل حاجة فيها حلوة والعرق متماسك. جربوه بالتكات اللي قلتلك عليها، هيعجبكم جدا جدا. مستنية رأيكم فيه، وتنسوا اللايك والشير، وباي باي.